الله. أيها الإخوة، أيها الأحبة، إنا نحب أن تكون زواجاتنا عائلية أسرية سنية على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. لماذا تدعو من لا حاجة إلى دعوته؟ ألم تعلم أن الصحابة في زمانهم يتزوج المتزوج حتى محمد لا يدعى ولا يحضر للزواج ولا يعلم بالزواج؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الرحمن بن عوف وهو من تجار الصحابة، رأى عليه صفرة أي أثر طيب، فسأله قال: تزوجت يا رسول الله. الرسول لم يدعى ولم يخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضع الصحابة، لا يوجد كلافة عندهم في الزواجات. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة وسأله عن الصداق، يتفقد أحوال الصحابة، هل دفعوا كثير أم قليل؟ فقال: نواة من ذهب، يعني شيء قليل. قال له: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. لم يقل 10 ولم يقل له اذبح الإبل، قال شاه، أولم ولو بشاه. وهذا يدل على تواضعهم وتيسير الأمور. وعبد الرحمن بن عوف، من هو عبد الرحمن بن عوف؟ هذا من كبار تجار الصحابة رضي الله عنهم، هذا الذي أتى إلى المدينة وقال: دلوني على سوق المدينة، فذهب يتاجر وأصبح من التجار وأنفق في حياته رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما مات وجدوا عندها الأراضي ووجدوا عندها الذهب، ومن كثرة أمواله وذهبه كانت تكسر بالفؤوس، لكنه لم يتكلف في زواجه. والرسول نبيكم صلى الله عليه وسلم هو قدوتكم. تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، وأبوها من كبار وسادات اليهود، ويرجع نسبها إلى موسى بن عمران عليه السلام. ما هي الوليمة؟ وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء. الوليمة حيث ليس فيه لحم، تمر وأقط وسمن، هذه وليمة نبيكم. هل ضرته؟ هل أنزلت من كرامته؟ هل يبخل؟ لا والله، هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم. وليمة حيث، تمر وأقط وسمن، والأقط معروف هو البقل أو الحليب المجفف. هل يضر بمكانة الرسول المجتمعية وهو أفضل الأنبياء؟ ما الذي جعل للرسول